ما هو لما يبقى سعره حلو قوي كده في السوق وهو كمان حلو كده لازم اجيبه واغسله كويس قوي وانشره على فوطة كده واسيبه ينشف تماما واستغله احلى استغلال. جبت الفلفل الاحمر الحامي زي ما انتوا شايفين معايا كده، وهعمل منه احلى هريسة شطة بطريقة بقى تعتمديها على طول. اسكت؟ لا ما سكتش، جبت كمان الفلفل المكسيكي وعملته مخلل، وهنشوف مع بعض في الفيديو بتاعنا. بس اول حاجة اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، ونبدأ الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله. جبت الفلفل القمر ده بتاعي بعد طبعا ما غسلته ونشفته كويس قوي زي ما وريتكم في اول الفيديو، وابتديت ان انا اقصقصه واحطه في الكبة بتاعتي. انا عندي هنا كيلو من الفلفل الاحمر، ابتديت كده اقصقصه واحطه في الكبة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده معايا. انا بفضل المقص بدل السكين، بتكون بالنسبة لي اريح واسهل كتير. عملت بقى الكمية بتاعتي كلها، الكبة بتاعتي ما شاء الله اخدت كيلو الفلفل كله، وضربته كده خشن زي ما انتوا شايفين معايا الى حد ما. بعد ما ضربته كده اهو بالشكل ده ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده، ما نعمتهوش تماما. هبتدي بقى احط له المكون السحري اللي بيخلي هريسة الشطة فعليا تقعد معايا من السنة للسنة في التلاجة مش في الفريزر من غير ما يجرى لها اي حاجة. حطيت على كيلو الفلفل 4 معالق كبار او 5 معالق كبار، معاكي من 4 معالق كبار ل5 معالق كبار من ملح الطعام العادي الابيض. تمام، هديهم بقى التقليبة المحترمة عشان خاطر الملح يخش في كل الفلفل. بعدين اجيب برطمان عندي كده يكون نضيف، ويا ريت يكون ازاز ويكون معقم زي ما انتوا شايفين كده معايا، وابتدي بقى اعبي الكمية بتاعتي كلها. الطريقة دي بجد بعد تجارب فاشلة كتير، هي دي الطريقة بجد اللي انا من ساعة ما جربتها ومش بغيرها، طريقة ناجحة فعلا وبتقعد معايا في التلاجة. انا اول ما يعني عرفت الطريقة دي جربت في ربع كيلو بس، ولقيتها ما شاء الله قعدت معايا فترة كبيرة جدا. حبيت بقى الكمية بتاعتي كلها زي ما انتوا شايفين كده، وهبتدي اني احفظها عندي في التلاجة مش بتحصل لها اي حاجة، وانا بحب اعملها من غير اي اضافات تانية. تمام، نيجي بقى للفلفل المكسيكي المخلل القمر اللي انتوا شايفينه كده معايا. عملته بطريقة برضو سهلة جدا وبسيطة. عندي هنا كيلو من الفلفل المكسيكي او الفلفل اللي من النوع اللي انتوا شايفينه معايا ده، جبته من السوق كان سعره برضو نازل ما شاء الله، كان تقريبا الكيلو ب15 جنيه. جبته كده وغسلته كويس قوي وحطيته على مصفى. بعدين عطيته فتحة كده بالسكينة وعبيت بيه البرطمان بتاعي زي ما انتوا شايفين كده معايا. عبيت بقى البرطمان بتاعي كله كده، وهحط عليه كمان 3 فصوص كده من الثوم السليم بيديله ريحة حلوة قوي. تمام، هركنه بقى على جنب، وهاجي بقى المحلول التخليل بتاعي. عندي هنا 1.5 لتر من المية المغلية ومتبردة كويس قوي، لازم تبرد تماما. بعدين هحط عليها حوالي 6 معالق كبار من الملح، ملح الطعام العادي. تمام، هنا بضيف لكل كوباية مية معلقة كبيرة هرمية من الملح. تمام كده، 1.5 لتر معايا 6 كوبايات من المية. تمام، حطيت بقى 6 معالق كبار من الملح ودوبتهم كويس في المية. بعدين نزلت بمعلقة كبيرة من السكر عشان المخلل بتاعي يفضل مقرمش، وكمان نص معلقة من الكزبرة المطحونة، وكمان معلقة صغيرة من الكركم، وقلبتهم كويس قوي. وبعدين نزلت بيهم على الفلفل بتاعي او على البرطمان بتاعي. تمام، هجيب بقى كده طبق من الفل وابتدي ان انا اكبس بيه الفلفل بتاعي عشان ينزل لتحت كده وما يبقاش عايم على الوش ويبوظ مني. اهم حاجة ان كل كمية الفلفل تكون داخلة في محلول التخليل. تمام، بعدين بقى هغطي البرطمان بتاعي كده بكيس بلاستيك واغطيه كويس قوي، واسيبه بقى في اي حتة كده ضلمة جوه الدولاب عندي، واسيبه لمدة اسبوع. بعدين افتح عليه وهيكون باذن الله استوى، هنفتح عليه ان شاء الله مع بعض. تمام كده، اتمنى الفيديو بتاعي يكون عجبكم، ولو اول بقى مرة بتشوفوني ما تنسوش الاشتراك في القناة وتحطوا لي لايك وشير لو عجبكم الفيديو بتاعي، ودعوة حلوة كده من القلب. بحبكم جدا في الله، مع السلامة.